السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي ينفي طلب زيزو السفر للخارج للتأهيل بعد إصابته. أحمد سيد زيزو في النادي الأهلي يطلب لاعبه أحمد سيد زيزو السفر إلى الخارج للتأهيل بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرا. الأهلي أعلن أمس الثلاثاء أن الفحوصات الطبية التي خضع لها زيزو، التي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضمة. أعلن وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اليوم الأربعاء إن زيزو لم يطلب التأهيل في الخارج، مشددا على أن ما تردد في هذا الصدد غير صحيح بالمرة. موقف زيزو من القمة. عدوى فيروسية لعاشور، وفرص مشاركة عبد القادر أمام سيراميكا ستكون صعبة. جدير بالذكر أن أحمد جاب الله طبيب الأهلي أوضح أن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه. وخاض زيزو صاحب الاثنان 9 عاما 5 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما مباراة الأهلي القادمة مع سيراميكا كيلوباترا 19 من سبتمبر لسنة 2025 08:00 مساء. كواليس مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مدرب جديد. لا كورة يكشف تحركات الخطيب وموقفه من انتخابات الأهلي. ريت أهم حاجة تصلي على النبي. الاشتراك في القناة ليوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.